مساء الورد على احلى متابعين في الدنيا. انا بقى ليا طلب في اول الفيديو كده. باكد تاني ان اللي بيتفرج وبيتابع معايا عشان اعرف ان انتم متابعين معايا، هعرف ده من خلال اللايك. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعجبه يعمل لايك وسبسكرايب ويفعل جرس التنبيه عشان اي وصفة جديدة باذن الله من عندي تنزل لكم من على القناة. تمام. النهارده باذن الله هعمل لكم صنف حلو جدا انا شخصيا بموت فيه، وهو طريقته بسيطه وفي نفس الوقت حلو ولذيذ وخفيف، بينفع يتعمل في جميع اوقات السنه، وبنعمله احنا في الاعياد بالنسبه لنا كمسلمين او مسيحيين، بنحب نعمله في الاعياد، وهو البيتي فور. زي ما قلت، مكونات البيتي فور بإذن الله هتبقى سهلة جدا. هي تقريبا يعني 3 4 ايتمز او عناصر معانا او خامات معانا. اول حاجة الزبدة. الزبدة بتاعتنا النهاردة مستخدمة 220 جرام، حوالي كوباية وربع زبدة. الزبدة بتبقى يعني لا ساقعة ولا بحرارة الغرفة، يعني وسط كده. تمام. والدقيق معايا 250 جرام. بصوا البيتي فور بيبقى الزبدة بتبقى نسبتها 90% من الدقيق، يعني احنا من غير كده ما نحفظ مقادير نشوف نسبة احنا عايزين نعمل دقيق قد ايه، وبنحسب 90% من الدقيق زبدة عشان تبقى البيتيفوراية معانا غنية وفيها كمية زبدة كويسة. تمام. السكر النهاردة معايا حوالي نص كوباية سكر، وبيضة، وعليها معلقة فانيليا سايلة أو معلقة ونص صغيرة طبعا. تمام. ومعلقتين 3 كاكاو، لان انا النهارده هعمل البيتي فور لونين، ابيض وبراون. تمام. او ابيض وبني. هبتدي على طول دلوقتي في اشتغل في البيتي فور. اول حاجه هعملها ان انا هبتدي اضرب الزبده الاول لوحدها، وبعد كده نكمل البيتي فور بتاعنا او الوصفه بتاعتنا ونشوف هنكملها ازاي. دلوقتي انا ضربت الزبده بتاعتي زي ما احنا شايفين، عطتني شكل كريمي. هنزل بالسكر بتاعي واكمل ضرب. دلوقتي بعد ما ضربت الزبدة والسكر خد مني حوالي 10 دقايق وشوية كمان، ودقيقتين 3. يعني خطوة مهمة جدا ان انا اضرب الزبدة والسكر كويس جدا في البيتي فور، لان كل ما بضربه حلو كل ما بيديني نتيجة احلى. دلوقتي هعمل ايه؟ هنزل بالبيضة والفانيليا اللي عليها على الزبدة والسكر واكمل ضرب بالمضرب. دلوقتي انا ضربت الزبدة والسكر والبيضة كويس جدا. شايفين ما شاء الله الزبدة معايا كريمية، هي دي النتيجة اللي انا عايزاها، كريمية جدا. تمام. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هنزل بكمية الدقيق كله، اللي هو اتفقنا ان هو ربع كيلو دقيق. هنزل بيه كله مرة واحدة لان دي عجينة، وانا عارفة ان المقادير ان شاء الله مظبوطة، فهنزل بيه كله. تمام. وابدأ الف الاول العجينة بالسباتشولر لغاية ما تبقى عجينة كده معايا. تمام. احاول كده ادخل الدقيق في الزبدة والسكر لغاية ما يتداخلوا كويس ويبقوا عجينة. تمام. ابدأ الف كده واحدة واحدة. دلوقتي انا عجنت الدقيق مع الزبدة والسكر. تمام. عطتني العجينة الجميلة دي. هي طبعا طرية شوية، بس هي لازم تبقى طرية كده عشان تديني بطفرية ناعمة وحلوة. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هقسم العجينة دي على 2. تمام. او مش لازم 2 قوي برضو، ممكن يكون الجزء البراون اقل من الابيض او زي بعض، مش مشكلة، مش فارقة، يعني نحط الحتة دي كمان هنا. تمام. وهعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بالكاكاو اللي معايا، مش لازم كله، خليه نصه كده، خليه جزء. تمام. واجرب ان انا الفهم مع بعض، الف العجينة مع الكاكاو اللي انا نزلت بيه لغاية ما تديني عجينة براون او بني. دلوقتي انا عندي عجينتين من البيتي فور، لونين الابيض والبراون. هحطهم في التلاجة حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع مثلا، وارجع نشوف هنشكل البيتي فور بتاعنا النهاردة ازاي. ودلوقتي بعد ما طلعت العجينة بتاعتي من التلاجة، بعد ما مسكت نفسها شوية، هجيب صينية وجبت قمع زي ده أبسط طريقة ممكن نشكل بيها البيتي فور. حطيت فيها العجينة البيضة الأول، وهبدأ أشكل بالطريقة دي، بضغط بالطريقة دي، نعمل أي شكل يطلع معايا. تمام.
بضغط كده واضغط القمع لتحت عشان يديني، احاول اطلع الشكل ده اللي هو شكل البيتي فور، الشكل الوردة ده. تمام. هي طريقة بسيطة جدا وبتحكم فيها بحجم البيتي فور اللي انا عايزاه. تمام. وبكمل بنفس الطريقة. ودلوقتي زي ما احنا شايفين انا شكلت الابيض والبراون. دلوقتي انا بسخن الفرن بتاعي على 180 درجة مئوية، هيدخل لمدة 25 دقيقة، ولما يطلع هوريكم البيتي فور بتاعنا عامل ازاي. وبكده بقى معانا احلى بيتي فور في الدنيا. المقادير الحمد لله مظبوطه جدا. هكتب لكم المقادير في الفيديو. يا ريت نقدر نعمل بالجرام لان هيفرق قوي عن الكوبايه. فيا ريت كلنا نجيب ميزان في المطبخ، هتنفعنا في الحلويات بالذات لانها بتبقى حساسه، فالجرام بيفرق او العشرة جرام بيفرقوا. الديكوريشن اللي انا عاملاه في البيتي فور ده بندق مجروش، حمصته وغطست كل بيتي في شوكليت. طبعا لزقتهم بمربى الفراولة الكريمية اللي احنا عملناها فيديو قبل كده موجودة على القناة. وبعد كده غطستها في البندق، طبعا البندق عشان فريش ومتحمص. عايزه اقول لكم طعم البيتفورية غني جدا جدا، مش هتاكلي بيتفورية زي دي غير من ايدك انتي وبعمايل ايدك. فيا ريت ما نكسلش ونعمل كل حاجة بايدينا. طبعا كمان عشان الحاجة بقت غالية فكده هيبقى اوفر واجمل واشيك. وكل سنة وانتم طيبين، والى اللقاء في وصفة تانية ان شاء الله.